يا إخواننا، قبل مدة ذهبت إلى عزاء، وجدت رجل قد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجب عينيه والحزن بائن على وجهه. لماذا؟ لأن ولده وفلذة كبده قد مات. لما انتهى العزاء جلست معه، قال: أنا سأخبرك كيف مات ولدي. قلت: كيف؟ قال: قبل 25 سنة كنت شابا قويا يافعا، وكانت معي سيارة، ورأيت كلبة أكرمكم الله مع جرو صغير لها. يقول: قلت في نفسي أريد أن أدهس هذا الجرو، أبغى أشوف ردة فعل هذه الكلبة كيف سيكون. يقول: لما دهست الجرو والكلبة تصيح وتنبح أكرمكم الله وأنا أضحك ومضيت. تزوجت، مرت السنون تلو السنون. يقول: حتى تخرج ابني من الثانوية العامة، وكأي أب يفرح بولده ويفرح بأنه يتبوأ على المناصب. كان معي في السيارة، معي أوراق، قلت له: اذهب إلى الشارع المجاور إلى عمك واعطيه هذه الأوراق. يقول: لما ذهب وأنا أنظر إليه يريد أن يعبر الشارع، وإذا بسيارة مسرعة ارتطمت بولدي ودهسته أمام عيني وأنا أنظر. يقول: مات من لحظتها. يقول: مباشرة أسقط الله في قلبي وعقلي ذاك الجرو الذي دهسته أمام أمه الكلبة وأنا كنت لا أبالي. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم.